السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم مره تانية. تابعوا الفيديو ده، هيكون فيه في اخر الفيديو 3 مفاجآت ليكم ان شاء الله تعجبكم، ونتابع مع بعضينا سلسله اظبط سيفيهك. ان شاء الله ده اخر فيديو في السلسله، ولكن ليس اخر فيديوهاتنا. بتشجيعكم ودعمكم هنقدر نكمل باذن الله دايما ونقدم مواضيع مفيده كتير. احنا كده اتكلمنا على جميع الاقسام الاساسيه والاختياريه في السي في. هنلم في الاخر كده حاجات مهمه لازم نخلي بالنا منها، ايه الحاجات اللي ما ينفعش نعملها تماما وايه الحاجات اللي لازم نتاكد من وجودها. زي ما قلنا ان احنا نحاول نبعد عن الجداول والصور والايكونز اللي بتبقى موجوده في السي في. ما زال ممكن ان احنا نحط الصوره الشخصيه بتاعتنا وتتقرا على بعض انظمه الاي تي اس، ولكن الافضل ان احنا نستبعدها طالما هي مش شيء اساسي في السي في. كمان لازم نوحد التنسيق بتاعنا والفونت واحد في كل السي في. الالوان بتاعتنا ممكن يبقى كله لون اسود، مفيش مشكله، مع اختلاف ان يكون العناوين مقاسها اكبر او بولد، وبقيه الكلام كله بالريجولار فونت. ممكن بحد اقصى ان احنا نستخدم لون واحد ويكون لون قوي وواضح، ما يكونش عامل اي كونتراست خفيف مع الخلفيه اللي هي طبعا خلفيه بيضاء، وما يكونش لون باهت عشان ينفع يتقرا بشكل واضح في السيستم بتاع الاي تي اس. طبعا الفورمات بتاع التواريخ زي ما قلنا الافضل ان احنا نكتب التاريخ باسمه الكامل زي ديسمبر اكتوبر 2023 الى ما اخره، وتكون طريقه الكتابه دي موحده في كل التواريخ اللي موجوده في السي في بتاعنا. الفواصل، المسافات بين الاسطر، الكلام ده كله كذلك المفروض يكون موحد. نستخدم السنجل سبيسنج، حاجه موجوده في السيتنج بتاع الوورد. شكل البوليت بوينت يكون اللي هو البوليت العاديه المدوره السوداء دي، ويكون شكل موحد. ممكن يبقى الدوائر المفرغه، ولكن المهم يبقى اللي هو حاجه سيمبل خالص وموحده في كل السي في بتاعنا. نبعد عن الاختصارات حتى لو هي حاجه موجوده في الوصف الوظيفي نكتبها، ونكتب جنبها كذلك المسمى الكامل. فمثلا البي ام بي بنكتبها بي ام بي ونكتب جنبها بروجكت مانجمنت بروفيشنال، وعلى حسب برضه هي مكتوبه ازاي في الوصف الوظيفي لازم نخلي بالنا. اتكلمنا على الكي ووردز واهميه وجودها في جميع اقسام السي في بتاعنا، ودي حاجه اساسيه طبعا لا غنى عنها. هحط لكم في الشاشه دلوقتي كمان انواع الفونتس اللي ممكن نستخدمها، ودي الفونتس البيزك اللي ممكن تتقرا على جميع الانظمه، وكل فونت ممكن نستخدم فيه المقاسات من كام لكام تقريبا. الفواصل اللي حوالين الصفحه البيضاء او المارجنز بتاعت الوورد المفروض تكون من نص ل1 انش بالكتير قوي من جميع الاجناب. نبعد عن الخط اللي بيتحط تحت الكلمه اللي هي علامه اليو تحتها خط اللي موجوده في الوورد عندنا، بلاش نستخدم دي. نستخدم البولد مفيش مشكله، لكن بلاش الاندرلاين ده. اخر حاجه خالص هنتكلم على عدد الصفحات. بالنسبه لحد حديث تخرج الى جونيور مثلا ل3 5 سنين خبره، سي في صفحه واحده بيكون كافي جدا. حد اقصى صفحه ونص، ده كافي يظهر فيها كل مهاراته وخبراته. بالنسبه لحد يكون خبره اكبر شويه من فوق من 5 أو 8 سنين، ممكن السي في بتاعه يوصل من صفحتين لصفحتين ونص. السينيور ليفل فيما فوق 3 صفحات كافيين جدا للسي في. وبشكل عام حتى لو انت دايركتور سي ليفل ايا كان، السي في لازم ما يزيدش عن 4 صفحات، ولكن هو من 2 ل 3 للخبرات هو افضل حاجه. كل ما المعلومات بتقدم او الجوب ديسكريبشن ما يكونش ليها خلاص علاقه بالحاجه اللي انت بتقدم عليها، ممكن تبدا تختصر كل الورك اكسبيرينس القديمه بمجرد عناوين بس، والسنين اللي اشتغلت فيها في الشركات اللي فاتت بدون وصف وظيفي كل حاجه عملت فيها ايه، لانها تبقى مكرره طبعا. فده هيخليك تقدر تلخص السي في بشكل كبير. وبكده نكون وصلنا لاخر سلسله اظبط سي فيها، وخلصنا كل المواضيع المهمه اللي بنتكلم عليها في السلسله دي. وبكده يكون جاء وقت المفاجآت بتاعتنا اللي اتكلمنا عليها، وهما 3 مفاجآت مش مفاجاه واحده. المفاجاه الاولى اللي انا حضرت لكم تمبلت جاهزه تقدروا تستخدموها وتعبوا فيها بياناتكم، وان شاء الله التمبلت دي تكون فيها كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، وتقدروا تستخدموها بكل سهوله وتعدي من نظام الاي تي اس وتوصل باذن الله مديرين التوظيف. هتلاقوا في لينك في الكومنتات تحت بتدخل عليه الايميل بتاعك او رقم التليفون اللي مربوط بالواتساب او الاثنين، وبيجي لك عليه التمبلت جاهزه باذن الله تقدر تستخدمها بكل سهوله. المفاجاه الثانيه، ولمده 10 ايام هنعمل ريفيو مجانا لاي سي في. اي حد حابب يراجع السي في بتاعه ويتاكد ايه المشاكل اللي فيه، او اللي هو السي في مطابق لطلبات الاي تي اس، يقدر يبعت لنا على الصفحه وبنراجع له السي في ان شاء الله بشكل مجاني تماما.
المفاجأة الثالثة والأخيرة، ولمدة 10 أيام هيكون في خصم 50% على أسعار السي في. خدوا بالكم أسعار السي في ممكن تلاقي في ناس جرافيك ديزاينر وبيعملوا السي فيهات على كانفا 10 و20 و30 دولار أيا كان، وبيبقى السي في ملوش أي علاقة بما يسمى السي فيهات، محدش بيعمل عليه تشيكينج، محدش بيعرف أصلا إيه هو نظام الاي تي اس. وفي أسعار فعلا معروفة انترناشونالي لأسعار السي فيهات وهي أسعار وهمية. الحمد لله أسعارنا في الأساس هي أسعار متوسطة تماما ومناسبة لأسعار السوق، ولكن على الأسعار دي هيكون في خصم 50% لمدة 10 أيام لأي حد حابب يريح دماغه ويعمل السي في مع حد محترف وعارف يعني إيه نظام الاي تي اس ويساعدك بإذن الله في المجال بتاعك. ربنا يجعلنا إن شاء الله سبب ووسيلة يكون لكل واحد فيكم إن هو يقدر يوصل لوظيفة أحلامه، وأتمنى لكم كلكم الخير، وأشوفكم في سلسلة جاية قريب بإذن الله، ومع السلامة.